اللحظة اللي بتحس فيها إنك فاشل وإنك ضايع وإنك لوحدك وإنك عملت كل اللي تقدر عليه ومفيش حاجة بتتغير، صدقني أنت مش محتاج نصيحة ولا محاضرة ولا مقارنة بحد. أنت محتاج حد يبصلك ويقولك من القلب أنا حاسس بيك، أنا جنبك. عارف لما توصل لمرحلة إنك تقول أنا تعبت من كتر المحاولات ومفيش حاجة بتكمل؟ عارف لما تحس إنك ماشي في سكة لوحدك وكل لما تقرب من حاجة تتهد؟ عارف لما تبدأ تصدق إنك يمكن فعلا مش نافع؟ ده مش فشل، ده اسمه إرهاق. الإرهاق اللي بيجي من كتر ما بتحاول أكتر من طاقتك وفي نفس الوقت مش لاقي حضن ترتاح فيه. لكن خد بالك، أنت مش قليل، أنت مش فاشل، أنت مش ضايع، أنت بس وقعت في حفرة اليأس، ودي حفرة بيقع فيها كل حد بيدور على معنى، كل اللي بيحاولوا يوصلوا لحاجة حقيقية، كل الناس اللي بتحارب في صمت. الدنيا مش كبيرة عليك، انت بس اللي شايفها من زاوية ضلمة، والمسؤولية مش أكبر منك. انت بس محتاج تسيب شوية من اللي شايله وتتسند حتى لو على نفسك. اسمعني كويس، لو انت دلوقتي بتفكر انك تبطل انك تحاول، اعرف انك قربت توصل. والله اللحظة دي اللي انت فاكرها انها النهاية هي أقرب لحظة للبداية. ربنا بيختبر صبرك مش عشان يعذبك، لكن عشان يشوفك هتتمسك بيه ولا لا. ولو عرفت تتمسك حتى وانت بتعيط، حتى وانت مكسور، هتلاقيه بيحضنك بطريقة انت ما تتوقعهاش. مش لوحدك، ما تتهزش وما تنساش اللي بيحاول بصدق حتى لو وقع 1000 مرة ربنا مش بيضيعه أبدا. خد نفس وكمل خطوة واحدة بس وكل حاجة ممكن تتغير. بقولك ايه، هو انت لسه ما عملتش لايك ولا تعليق ولا شير يا راجل؟ ما ينفعش.